بعد فترة لقيت أخويا راجع من السفر في وقت متأخر، وكان باين عليه إنه في حالة غير طبيعية. كل ما أتكلم معاه كان يضحك ومش عارف يقول إيه. حاولت أتكلم معاه وأسأله عن حاله، لكنه قال لي إنه زي الفل، وكان بيحاول يقرب مني. حاولت أتناقش معاه، لكن لما لقيته مش واعي ما كنتش عارفة إزاي وافقت على حاجة زي دي بعد كل اللي حصل. كنت فاكرة إنه مش دريان بإيه اللي حصل، لكن للأسف هو مش سايبني في حالي. أهلا بيكوا يا أجمل متابعين في قناتكوا. النهاردة هقدم لكم أجمل القصص، فما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس علشان يوصلكوا كل جديد. قصتي بدأت لما أهلي جوزوني واحد ما كنتش مرتاحاله ولا عايزاه، وعشان كده فضلت أكرهه وما كنتش حابة أكمل حياتي معاه. وحتى بعد ما خلفت منه كنت فكرة إني هحبه وأتعلق بيه، لكن مع تصرفاته وأسلوب كلامه ما حبتوش. كنت بتمنى أتطلق منه، ومرت السنين بيني وبينه لحد ما عدى على جوازنا 4 سنين. في الوقت ده والدي توفى، لأن والدتي كانت اتوفت قبله. أنا وإخواتي كنا كلنا متجوزين وكل واحد عايش في بيته. كنا بنتين وأخين. أخويا الكبير كان مسافر بره هو ومراته، وأخويا الصغير حسن كان متجوز طبعا في بيت والدي وعايش فيه. ما كانش بيعدي شهرين إلا وجوزي يتخانق معايا. كنت بزعل واسيب له البيت واروح عند أخويا حسن. وبصراحة حسن كان حنين عليا وكويس معايا، ومراته كمان كانت معايا كويسة. عشان كده كل ما جوزي يتخانق معايا كنت باخد ابني واروح على بيت أخويا، وافضل هناك بالشهرين والتلاتة لحد ما جوزي يربع ويصالحني تاني. كنت بتمنى يجي اليوم واتطلق منه وما كملش حياتي معاه، لكن للأسف كل ما أروح وأتكلم مع أخويا حسن ألاقيه يقولي هتطلقي وتروحي فين مع ابنك وجوزك هو اللي بقيلك في الأول وفي الآخر. وكنت بحس فعلا إنه كلامه منطقي وإنه خايف على مصلحتي. لكن أنا بصراحة كنت كارهة جوزي وما كنتش عايزة أكمل حياتي معاه من كتر ما كان بخيل في مشاعره واهتمامه. حتى في الأوقات اللي كنت بكون محتاجاله فيها واطلب منه أي حاجة ألاقيه بيتهرب مني ويقولي أنا داخل أنام علشان عندي شغل بدري. وتصرفاته دي زادت من كراهيتي ليه. وفي أوقات كنت بكون محتاجاله هو يتخانق معايا ويقولي كلام يجرحني. كان يقول هو أنتي مش بتفكري إلا في حاجتك؟ وكل مرة كان بيحرجني بنفس الطريقة لما أطلب منه أي حاجة، أو حتى لما أكون مستنياه لما يرجع من بره. ده اللي خلاني كرهته ومش عايزة أكمل حياتي معاه بعد ما لقيته مقصر في كل حاجة، حتى في حقوقي اللي ربنا حللها لي. وكل ما كنت بزعل ما كنتش قادرة أتكلم مع أخويا في الموضوع ده ولا أحكي له حاجة. بس الوحيدة اللي حكت لها كانت سعيدة أختي الكبيرة. لقيتها بتقولي لو انتي مش مبسوطة معاه اتطلقي منه واتجوزي وعيشي حياتك، انتي زي القمر وألف واحد يتمناكي، سيبيه وابنك هو يربيه. بصراحة الفكرة دي كانت جاية في دماغي، وكل ما كنت بكلم أختي كانت بتقولي كده، بس ابني مهنش عليا وما كنتش قادرة أسيبه واروح أتجوز تاني. عشان كده فضلت مكملة مع جوزي كمان 2 سنين، لحد ما لفت الأيام وفاض بيا خالص. ما بقتش قادرة أتحمل العيشة معاه. حتى الخلفة رافض إني أخلف منه تاني، ويقولي كفاية عيل واحد أصرف عليه، مع إنه كان عنده ظروف مادية كويسة وكان بيقبض كويس من الشغل اللي كان شغال فيه. ولفت الأيام وبقيت مستحملة غصب عني، لأن أخويا في الوقت ده كان عنده مشاكل مع مراته وكانت عايزة تتطلق منه لأنه بقالهم أكتر من 7 سنين متجوزين، وأخويا هو السبب ومش بيخلف وهي عايزة تخلف. كانوا واقفين على الطلاق، وبالفعل بعد شهرين أخويا طلق مراته. دي كانت رغبتها وهي اللي كانت عايزاها. من وقت ما طلق مراته استقريت في بيتي وما بقيتش عايزة أشيل أخويا هموم أكتر من اللي هو شايلها، وقلت أحمد ربنا إن ربنا كرمني بنعمة الخلفة واستحملت جوزي عشان خاطر ابني. ولفت الأيام على كده وأنا مستحملة، بس كان بيجي علي أوقات كنت خايفة من غضب ربنا من كتر ما هو كان مقصر معايا وما كنتش عارفة أعمل اتكلمت إيه. مع جوزي كتير جدا، وطبعا كنت بتخانق معاه، بس ما كانش بيتغير، وكان شايف إن كده خايف على نفسه وصحته، وإن الحاجة دي مش أساسية ولا ضرورية. وبقيت أقوله أنت متجوزني ليه؟ خلاص نتطلق وكل واحد يروح لحاله. وبكل سهولة يقولي اللي انت عايزاه أنا مستعد أعمله، عايزة تتطلقي أنا ما عنديش مشكلة، بس تتنازلي عن كل الحقوق اللي ليكي وابنك تسيبيهولي أربيه.
ما اتفاجمتش لما سمعت الكلام ده، لأنه كان بخيل عليا في الفلوس والمصاريف والمشاعر وكل حاجة. فضلت مستحملة لحد ما لفت الأيام، ولقيت حسن أخويا بدأ يجي يزورني كل يوم والتاني ويطمن عليا. في الفترة دي كان قريب مني وبيسألني: انتي عاملة ايه مع جوزك؟ وقلت له: ولا كويسة ولا حاجة، بس هعمل ايه، مستحملة ومش عايزة أشيلك هموم أكتر من اللي انت فيها. لقيته بيقولي: خلاص تعالي بكرة نتكلم. فعلا أخدت ابني تاني يوم ورحت عند أخويا وفضلت أتكلم معاه. دي كانت أول مرة أفتح له قلبي بالشكل ده، وحكيت له على كل حاجة بصراحة وما انكسفتش منه. لقيته بيقولي: وانت ايه اللي غصبك على العيشة دي؟ اتطلقي منه وسيبيله الواد يوم بيه واتجوزي وعيشي حياتك، انت لسه صغيرة وزي القمر وألف واحد يتمناكي. خليكي عايشة معايا هنا في البيت لحد ما يجيلك الشخص المناسب. يوميها اقتنعت بكلام أخويا وقلت له: ده عايزني أتنازل عن ابني وأتنازل عن كل حقوقي. لقيته بيقولي: فلوس ايه اللي هتدوري عليها مادام انتي مش سعيدة ولا مبسوطة مع الشخص ده؟ ورحت يوميها من عند أخويا وأنا بفكر في كلامه، وكنت بتمنى إنه كان قال لي الكلام ده من 2 فاتوا. في الوقت ده كنت محتارة ومش عارفة أعمل إيه، بختار بين ابني وإني أتحمل مع جوزي، وبين إني أتطلق منه وأعيش حياتي وأختار الشخص اللي يناسبني. ولفت الأيام على كده لحد ما مر الشهر. في الوقت ده حصلت مشكلة كبيرة بيني وبين جوزي، ويوميها اتعرضت لضغوط وصعوبات، واضطريت آخد ابني واروح عند أخويا. يوميها أخويا أخد ابني وراح لجوزي وطلب منه يطلقني، وقال له إنها مش هترجع له تاني وكفاية عليك كده. وبالفعل من كتر ما كنت مضغوطة اتبعت نصيحة أخويا واتطلقت. من وقت الطلاق وأنا عايشة في بيت أخويا بعد ما هو كمان طلق مراته. كنت حزينة قوي لأني تركت ابني لجوزي، لكن الحياة معاه بقت صعبة جدا. في نفس الشهر اللي اتطلقت فيه تنازلت لجوزي عن كل حقوقي، وأخويا قال لي: ما تزعليش، وأضاف: البيت اللي أنا عايش فيه ده أنا ما بخلفش وهكتبه كله باسمك، وحتى لو عايزة تتجوزي وتعيشي معايا في نفس البيت ما عنديش أي مشكلة. وفضل يقول لي: أي فلوس أو مصاريف أنا هصرف عليكي ومش هخليكي محتاجة حاجة. وطبعا لأن أخويا كان حنين عليا ما توقعتش إنه يعمل كل ده علشان مصلحة خاصة. بعد مرور شهرين بدأت ألاحظ إن أخويا اتغير معايا، وكان طول الوقت يشتري لي ملابس وهدايا، وأي حاجة بطلبها كان بيجيبها لي على طول. كان يتكلم معايا ويقول لي إنه حاسس إنه زي حظي لأنه ما بيخلفش ومش عارف يعيش حياة مستقرة، وخايف يتقدم لأي واحدة ممكن ما توافقش عليه بسبب إنه ما بيخلفش. وقال لي كمان: انتي كمان ما كنتيش مبسوطة مع جوزك وكل يوم يتخانق معاكي. حسيت إن بعد ما أخويا قال لي الكلام ده هو اتغير، ونظراته وطريقة كلامه بقت مش مريحة ليا. ما كنتش عارفة هو إيه اللي غيره كده، لكن عمري ما شكيت إنه ممكن يعمل معايا كده. أخويا طول عمره كان طيب معايا ومع إخواتي، حتى أخويا المسافر كان دايما بيسأل علينا ويدعمنا. بعد فترة لقيت أخويا راجع من السفر في وقت متأخر، وكان باين عليه إنه في حالة غير طبيعية. كل ما أتكلم معاه كان يضحك ومش عارف يقول إيه. حاولت أتكلم معاه وأسأله عن حاله، لكنه قال لي إنه زي الفل وكان بيحاول يقرب مني. حاولت أتناقش معاه لكنه لما لقيته مش واعي ما كنتش عارفة إزاي وافقت على حاجة زي دي بعد كل اللي حصل. كنت فاكرة إنه مش دريان بإيه اللي حصل، لكن للأسف هو مش سايبني في حالي. كل ما أحاول أتناقش معاه يقول لي: محدش عايش معانا ولا عارف إحنا بنعمل إيه، وأنا عارف إنك عايزة كده أحسن ما أروح أتجوز واحدة تانية. أنتي أولى بكل الحاجات دي، هكتبلك البيت باسمك وأي حاجة أنتي عايزاها هتكون تحت أمرك. ما كنتش عارفة إزاي وافقت على حاجة زي دي، لكن ما حصلش بينا أي علاقة غير سطحية. استمرينا على كده أكتر من شهرين لحد ما حصل بينا حاجات أزعجتني جدا. بعد اللي حصل كنت منهارة وبحاول أتناقش معاه، لكن ما كانش عندي أي مكان إني أروح له. كل ما حاول أتناقش لقيته عايز يطردني برا البيت ويقول لي: روحي شوفي لك مكان تاني. أنا ما عنديش أي مكان آخر بعد الطلاق، وإذا سبت بيت أخويا الناس هتتكلم عليا. مش عارفة أعمل إيه، وكل ما حاول أتناقش مع أخويا لقيته بيتخانق معايا. يا ريت كل اللي يسمع قصتي يقول لي أتصرف إزاي. ما كنتش متوقعة إن كل ده يحصل بعد الطلاق، وكنت فاكرة إني هتجوز تاني وعيش حياة مستقرة. ما توقعتش إن أخويا يكون نيته كده.
أرجو من أي حد يسمع قصتي إن ينصحني بما يجب فعله، وأنا نادمة على اللي حصل وأستغفر ربنا. للأسف فقت متأخرة بعد ما حصل كل شيء. يا ريت اللي يسمع قصتي ينصحني، ومش قادرة أتكلم مع أي حد لأن الموضوع ده حساس وفضيحة لينا. وأي حل لمشكلتي أرجو عرضه في التعليقات. وصلنا لنهاية القصة. كانت معكم نورهان ستوريز. دمتم في أمان الله.